عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض العظمه اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل مع بعض مخلل الجزر واللفت بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، ولكن مميزه اكتر ما هي سهله. ان شاء الله انا هعمله لكم على طريقه مامتي وجدتي اللي عمري ما اكلت اجمل منها، مع اضافه بعض تريكات مصانع المخللات الجاهزه، لاننا طبعا بنحب الجاهز اكتر من البيتي. متاكده ان انتوا بعد الفيديو ده عمركم ما هتشتروه جاهز تاني ابدا، لانه في البيت هيكون اوفر وانضف من بره 100 مره. يلا على طول نسمي الله ونبدا في الوصفه بتاعتنا. بس يا ريت طبعا ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره وحابين يوصلكم كل وصفاتي اول باول. اول حاجه طبعا هنبدا بيها هي مخلل اللفت. انا هنا كان معايا حوالي اكتر من 2 كيلو من اللفت. شوفوا لو بتشتروه بالحزمه او مثلا بالكيلوهات فما فيش مشكله. بنجيب اللفت بيكون متقطع كده جاهز مثلا، فبنبتدي نغسله كويس جدا جدا. لو اللفت بتاعنا كله احمر من بره فبالتالي بنعمله بقشره، بنغسله كويس جدا تحت الحنفيه وبنقطعه بقشره. طيب لو في جزء ابيض وجزء احمر فبنقشر الجزء الابيض بالشكل اللي شايفينه ده. بعد ما بنغسل اللفت بتاعنا كويس بنشيل القمع الاخضر اللي فوق وبنبتدي نقشر القشره البيضه دي. ده لو هي مثلا مش نظيفه او بعد الغسل حتى ما نضفتش معانا. تمام، بنقطعه كله بنفس الطريقه. طبعا تقدري تعملي اكبر كميه انت عايزاها بنفس الطريقه ونفس التركات اللي هقول عليها، بس اهم حاجه نركز مع بعض. هنقطع الكمية كلها، بنقطع القمع اللي فوق زي ما اتفقنا، وبنبتدي نقطع الجزء الابيض اللي هو مش نضيف. ده لو مثلا ما نضيفش معاكي. اما في انواع لفت بتكون ما شاء الله يا دوب تغسليها تكون معاكي بافتة بيضة، يعني بتبقى نضيفة جدا جدا، مش محتاجة ان انت تقشريها. تمام، بنفس الطريقة قشرنا كل الكمية. طيب بعد ما قشرناه هنبتدي نقطعه. لو عندك سكينة ماشي، عندك القطاعة بتاعت المخلل ماشي، مفيش مشكلة. أي حاجة متوفرة عندك هتقدري تقطعي بيها. لو بالسكينة فبتبدأي تقطعيه بالشكل ده، تقطعيه مثلا مكعبات زي كده مثلا. تمام. طيب لو عندك القطاعة بتبدأي ان انت تقطعي بيها طرنشات، بتديكي شكل جميل جدا جدا. قطعي بالحجم اللي انت عايزاه، بس انا بفضل التقطيعة او الحجم الوسط علشان كله يكون مستوي مع بعضه ومفيش حاجه منه تتهري. اصلا ان شاء الله مفيش حاجه تتهري بالطريقه اللي احنا هنقول لكم عليها دي. هو ده الحجم المناسب. هقطع كل الكميه بنفس الطريقه. وطبعا عايزه اقول لكم ملحوظه مهمه جدا وانتوا بتشتروا اللفت، اشتروا يعني مثلا لو بالكيلو فنقوا الواحده اللي هي تكون صغيره وتقيله، ما تنقوش الخفيفه، لان الخفيفه بتكون هشه من جوه ومفرغه وبتكون مش حلوه خالص في المخلل. طيب لو بتشتروا بالحزمه فاشتروا الحزمه اللي الوحدات بتاعتها تكون صغيره الحجم. طيب طريقة جدتي بقى ومامتي المميزة، بعد ما بيقطعوا اللفت بالشكل ده بيضيفوا ليه مثلا نص كيس ملح او 3-4 معالق من الملح، وبيسيبوه ينزل المية بتاعته ليلة كاملة او مثلا اقل حاجة 6 ساعات. انا فضيته في بولة تانية بالشكل ده لانه طبعا لسه هينزل مية. بنغطيه وهسيبه ليلة كاملة زي ما اتفقنا. هينزل مية كتير جدا، وبالطريقة دي هتقدري تاكلي احلى مخلل لفت يكون مقرمش معاكي لاطول وقت ممكن. شايفين بعد تاني يوم نزل ميه قد ايه؟ شايفين الميه؟ نزل الميه بتاعته كلها. بناخده كويس تحت الحنفيه، نشطفه مره واتنين وتلاته من الملح وننضفه كويس جدا ونصفيه. وتعالوا بينا نركنه على جنب. عندي ميه مغليه، لازم الميه بتاعته تكون معقمه. هعقمها ازاي؟ تغلي الميه وتسيبيها تبرد. انا غليت الميه بالشكل ده، دول 1.5 لتر. تمام. طيب ضفت ليهم 3 معالق من الملح ومعلقه صغيره او كبيره ممسوحه من هريسه الشطه. معايا كمان بنجرايه. انا هقطع البنجر بطريقه حلوه قوي اللي هي تخلي المخلل بتاعي يكون الميه بتاعته لونها وردي، ما تكونش حمرا قوي لونها مستفز، ولا تكون مثلا بيضه. هوريك ازاي دلوقتي تقطعيها. ممكن لو عندك مثلا خيار وحابه تضيفيه قطعيه باي طريقه تكوني بتفضليها. انا شقيت الواحده 2 كده وضفتهم. مخلل نفس الطريقه، بس سوري اقصد فلفل بيكون بنفس الطريقه. بنجيب قرن الفلفل بنشقه بالسكينه كده، بنديله نغزه كده. هوريكم دلوقتي ازاي بنفتحه. بالنسبه للون المميز ده فانا جبت حته بنجريه صغيره جدا وقطعتها طرنشات زي ما قطعت المخلل. اخدت مثلا حوالي 3-4 طرنشات من البنجر، حطيتهم في الميه وقلبتهم كويس جدا وادتني اللون الوردي المميز اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنضيف تلت كوبايه من الخل. هنغطي كويس البرطمان، وطبعا البرطمان من قبل استخدامه
يفضل نستخدم برطمانات ازاز. طيب لو مش متوفر عندنا برطمانات ازاز نعمل في البرطمانات البلاستيك، مفيش مشكله. بعد البرطمان لازم يكون معقم، يعني تكوني غسلاه كويس بميه دافيه وتكوني معقماه بخل وسيبيه ينشف، وبعد كده تحطي المخلل بتاعك وتكملي باقي الطريقه. بعد ما ضفنا الخل بتقلبي البرطمان كذا مره كده علشان تتاكدي ان الخل امتزج مع الميه كلها، وكمان الملح بتاعنا يدوب، وبنركنه على جنب زي ما شفتم. وتعالوا نشوف ازاي هنعمل مخلل الجزر. ركزوا معايا عشان عايزه اقول لكم تركه بتاعه الميه، يعني مش لاحقه اقولها، بس ان شاء الله هحاول اقولها لكم حتى لو في اخر الفيديو. بالنسبه لمخلل الجزر فبنقطعه حلقات بالشكل اللي شايفينه ده، وبعد ما بنقطعه حلقات لو عندك السكينه هتقطعي بيها، لو عندك القطاعه هتستخدميها، اي حاجه متوفره عندك كله بيمشي. قطعنا بالسكينه. تعالوا نشوف اللي بالقطاعه برضو بنفس الطريقه بنفس حجم السكينه، بس كل الفكره بالقطاعه بيدينا شكل اجمل شويه، شبه الجاهز اللي بنشتريه من بره. شايفين؟ حلو قوي الحجم ده. طيب في طريقه تانية، لو حابين مثلا وحدايه المخلل تكون طويله، فبنجيب الجزرايه نحطها كده ونقطع، يعني مثلا بزاويه شويه، مش مستقيم، لا بنميل كده ايدينا واحنا بنقطع علشان تدينا جزرايه اطول شويه. تمام كده، دي كده يعني نفس حجم التانية ولكن مطولة شوية. هنقطع الكمية كلها بنفس الطريقة. خلاص كده قطعناها. لازم بعد التقطيع مخلل الجزر يتغسل علشان هينزل معاكي مية مسودة شوية، فلازم تغسليه علشان لما نخلله ما يبقاش لون المية بتاعته متغير. انا هضيف لمخلل الجزر شوية كده من الخيار والفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر زي ما قلت لكم بنغسله كويس هو والخيار، وبندي للفلفل يعني نغزه كده بالسكينه، يا دوب نغزه واحده بس بالسكينه. والخيار ممكن على فكره نضيف الخيار سليم بس برضو نديله نغزه كده بالسكينه. طيب لو حابين نقطعه علشان لما نيجي ناكل نطلعه مثلا وناكل على طول، ما نقطعش بعد ما نطلعه، مفيش مشكله. فبنبتدي نشق الخياره بالطول زي ما شفتم ونقطعها كده كل واحده نص حلقه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الموضوع التقطيع ده يا جماعه يرجع لكم. تمام. نفس الفكرة، جبت 1.5 لتر من المية المغلية وسبتها بقت باردة تماما، ضفت ليها 3 معالق ملح ومعلقة من هريسة الشطة. تمام. البرطمان بتاعنا معقم ونضيف زي التاني بالظبط. هنبتدي بقى ايه، نضيف المخلل بتاعنا. كل نص لتر مية بياخد معلقة ملح كبيرة ممسوحة. تمام، يعني معلقة كبيرة من بتاعة الأكل ممسوحة. تمام. طيب النص لتر ده اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين بكوباية الشاي العادية. كده انا قلت لكم فكرة المية، يعني كل برطمان من ده اخد مني 1.5 لتر من المية. طيب 1.5 لتر من المية دول بياخدوا قد ايه ملح؟ بياخدوا 3 معالق ملح. تمام. واللتر عبارة عن 4 كوبايات من المية، يعني بكوباية الشاي العادية بتاعتنا اللي موجودة في كل بيت مصري. طيب انا هنا بضيف الميه بملح اللي احنا اتفقنا عليها. ما كنتش حابه اضيف للجزر بنجر، ولكن هضيف حاجه بسيطه كده. شايفين انا قطعته ازاي؟ يا دوب اخدت يعني حته بسيطه جدا من البنجر وقطعتها علشان تخلي لون الميه برضو معايا وردي شويه. بعد ما قطعت طبعا هنا ضفت خل، بس نسيت اوريكم المقطع اللي انا بضيف فيه خل، يعني زي ما عملت في اللفت عملت في الجزر. ضفت تلت كوبايه من الخل وابتديت ان انا اقلبه كده، وبكده خلاص المخلل بتاعي بقى جاهز. شكله تحفه جدا جدا من قبل ما يستوي. استنوا بس مني 4 ايام وهنزل لكم فيديو شورتس عن المخلل بتاعي بعد ما استوى. ان شاء الله بعد 4 ايام هيكون استوى ونبدا ناكل منه. تقدروا تسيبوه وقت اطول من كده يكمل سوا ويبقى اجمل واجمل. وانتوا بتاخدوا مخلل من البرطمان لازم تكون ايديكم ناشفه مش مبلوله، او تستخدموا معلقه ناشفه. وطبعا بعد 4 ايام تقدروا تدوقوا الميه بتاعه المخلل. ان شاء الله هي بالثلاث معالق، لو ضفتوا 3 معالق ملح على 1.5 لتر هيكون معاكي مظبوط جدا. طيب بعد 4 ايام لو دقتيه ولقيتيه محتاج ملح ممكن تضيفي. طيب لو لقيتيه مثلا يعني انت زودتي الملح هتعملي ايه؟ هتنقصي الميه اللي عليه شويه وهتغلي ميه وهتسيبيها تبرد وهتزودي له الميه البارده دي. تمام. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره وحابين يوصلكم اشعار بكل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تتفرجوا على فيديو الليمون المخلل وكمان فيديو مخلل البصل. بجد من انجح وصفات المخللات كده. انا عملت معاكم انواع مخللات كتيره جدا، يا رب تعجبكم كلها. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.